يعقد هذا المهرجان في دورته 12 حول موضوع مهم، وهو موضوع حاضر ومستقبل المدن العتيقة، ويأتي أيضا في سياق الزلزال الذي ضرب المنطقة وضرب مدينة مراكش من أجل النهوض بالمدينة العتيقة. لكن يجب أن نتساءل: ما هي المدينة العتيقة؟ أنا أمثل للمدينة بالإنسان. المدينة مثل الإنسان، هي جسم وروح، فيها جسم وفيها روح. فالجسم هو التراث المادي الثقافي المادي، يمكن أن نمثل له بهذا المعنى، والروح هو التراث الثقافي اللامادي، ويجب أن يكون لدينا المفاتيح لقراءة هذا التراث ببعديه وبهذين المكونين الاثنين، أي الجسم والروح. نستطيع أن نتدخل بشكل صحيح وبشكل ملائم وبمعرفة دقيقة. يتضافر في ذلك عمل المهندسين والمعماريين وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وسلطات المدينة وكل المتدخلين الذين لهم معرفة واتصال بهذا التراث الثقافي المادي بنوعيه وبالمدينة أساسا. فاليوم كما تعلمون هناك أهداف التنمية البشرية، وجميع الدول تسعى لأن تحقق هذه الأهداف التي تواضعت عليها المجتمعات البشرية. أظن أنه التنمية يمكن أن نلخصها في عبارة مسكوكة، وهي الزيادة في الخير. كل زيادة في الخير، لأننا ما ينمو هو زاد. فهذه الزيادة في الخير يمكن أن نتصورها في الجانب الحسي، في الجانب المادي، في شكل الأحجار والبنايات وغير ذلك، لكن أيضا لها بعد معنوي، وهو ما قلنا عنه بأنه يشكل روح المدينة العتيقة، وهو مفهوم التزكية، لأن التزكية نفسها هي أيضا زيادة في الخير. فاليوم يلتئم هذه الندوة من خلال جميع هؤلاء المتدخلين من تقنيين وفنيين لتفكير في أنجع الطرق للنهوض بهذه المدينة. لكن أي مدينة هي تعيش بأهلها وبالأنشطة التي توجد فيها. لا ينبغي أن نحول المدينة إلى مكان فقط سياحي للنوم، حتى مهما كان ذلك يدر من أرباح، لكنه على المستوى البعيد ستتوقف المدينة عن الحياة. فالمدينة تعيش بأهلها وتعيش بهذه المهن التقليدية وبهذه الصناعات التقليدية وبهذا التراث الثقافي اللامادي. فاليوم المقاربة ينبغي أن تكون مقاربة شمولية ومبنية على معرفة دقيقة.